احنا ليه بنتفرج على الكورة وبنحب نشجع الكورة؟ لأسباب كتيرة جدا بس أهمها هنقولها على سريعا في الفيديو. الشعور بالانتماء، احنا كبشر بنحب ننتمي لشيء، بنحب ننتمي لقبيلة، ننتمي لمجموعة، ننتمي لشارع، ننتمي لأي حاجة. احنا كبشر بنحب نبقى جزء من مجموعة معينة أو حاجة معينة. فلما بتشجع فريق معين وتنتمي ليه، انت خلاص بتحس ان انت جزء من المجموعة دي وجزء من الفريق ده. بشكل او باخر انت بتعبر عن مشاعرك الداخليه، سواء كبت او حزن، ان انت تطلعها وانت بتتفرج على الماتش. تزعق، تصرخ، تعمل حركات، تتنطط مكانك، تشتم احيانا، وده غلط طبعا. بس انت بشكل او باخر بنطلع المشاعر الداخليه اللي جوانا دي فبنرتاح. تعزيز السعاده والايجابيه، انا بحس ان انا انتصرت لو الفريق بتاعي فاز، والانجاز ده انجازي انا، وان انا شاركت في الانجاز ده بالرغم ان انا قاعد على الكنبه ما عملش اي حاجه. بس انا حاسس ان انا جزء من الانجاز ده عشان انا جزء من الفريق، عشان انا جزء من ساعدت حتى لو بمشاعري مع الفريق، فانا كده جزء من النجاح ده. وده طبعا بيحسس بالانجاز الداخلي حتى لو ما عملش اي حاجه. تقوية الروابط الاجتماعية، طبعا احنا بنحب كعيلة وكأسرة وكمجموعة نلم بعض، يلا نروح الماتش، يلا نتفرج على الماتش. ده بيبقى جزء سعادة، واللي انت بتجتمع مع الناس اللي بتحبهم بتتفرج على ماتش او حاجة زي كده، فانت بتحس بالسعادة. وده عامل برضو نفسي مهم جدا. تعزيز الثقة بالنفس، انت بقى انتصرت او فريقك فاز، يبقى انت كده يعني بتروح تاني يوم الشغل انت يعني عاوز توسعه. انا الاهلي فاز او الزمالك فاز او ايا كان الفريق، او حتى محمد صلاح فاز او محمد صلاح جاب جون، فانت خلاص انت حاسس ان انت يعني واثق من نفسك جدا، وان انت عشان عملت انجاز. ده داخليا انت حاسس ان انت عملت انجاز، بس انت بالرغم ان انت ما عملتش انجاز، بس ده الشعور اللي بيتولد جواك ان انت عملت انجاز كبير جدا، وده بيزود الثقه في نفسك. الملخص، مش غلط اللي احنا نتفرج على الكوره او نتابعها او نشجعها وتخفف عننا وتكون مصدر للسعاده، بس الغلط ان هي تكون المصدر الاساسي للسعاده. يعني انا قاعد طول الوقت مستني الفريق بتاعي يلعب، او مستني الماتش الفلاني، او مستني اللاعب العلاني، فده مصدر سعادتي الوحيد، وده مصدر ثقتي، وده مصدر كل حاجه بالنسبه لي. فلو الفريق اتغلب يبقى انا مش هروح الشغل، مش هنجز، مش هعمل. ده اكبر غلط ممكن تعمله. يعني خليك متوازن، اتفرج، انبسط، فوق كده ما تتعصبش، ما تتنرفز، ما تخسرش حد، علشان بالفعل ده مش انجاز شخصي ليك. اللعيبه دي بتاخد فلوس، والمدربين بياخدوا فلوس، والانديه بتاخد فلوس. انت الوحيد اللي لما بتدفع فلوس ما بتعملش اي انجاز تاني. وقتك ممكن بيضيع، فما تحملش بقى طاقتك النفسيه كمان فوق وقتك اللي بيضيع وفلوسك اللي بتضيع. بس شكرا.